السلام عليكم اخوان ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخوان هذه الحلقة الثالثة اللي هي توقعاتي لابطال الدوريات الستة الكبرى، زائد الدور السعودي. طبعا يعني راح يكونوا ستة. طبعا يا اخوان هذه حلقة مخصصة للدوري الايطالي. مثل ما قلت لكم راح نتوقع مفاجأة الموسم، الفرق اللي راح تتأهل الى دوري الابطال اوروبا، او خيبة امل الموسم، وبطل دوري الإيطالي. راح نبدأ مع نادي من أندية يعني لأندية إيطاليا الكبيرة. راح نبدأ بإنتر ميلان. إنتر ميلان حرفيا يا إخوان، يعني شوف أنت، إنتر ميلان باختصار عبارة عن بايرن ميونخ، بس إنه يعني زي كذا، يعني أشياء مختلفة عن بايرن ميونخ شوية، بس إنه هو مسيطر على الدوري المحلي سيطرة، أكل الدوري المحلي أكل. كان قبل يوفنتوس، هسه صار انتر ميلان. هو اكثر نادي استقرارا، اكثر نادي ما بتخبطات، اكثر نادي عنده مدرب فاهم لعقلية الدوري. مدربهم هو المدرب الروماني كريستوفر كيوف. طبعا هذا المدرب درب بارما، يعني هو كلاعب لعب لانتر ميلان، بس هو كمدرب درب نادي بارما وبال 2025، وبعدها درب نادي انتر ميلان. صراحة هو مدرب قدير وخبير بالدوري الإيطالي، لأن مسيرته أغلبيتها لعبها بالدوري الإيطالي، وكمدرب درب بس بالدوري الإيطالي. فمدرب خبير جدا بعقلية الدوري الإيطالي، شلون تفاز المباريات به، شلون تكتيك اللعب يكون به. فبنسبة كبيرة يعني عنده حظ. عندك نادي روما مع بلغريني. شوف روما مع بلغريني مختلفة اخوان. روما مع بلغريني صراحة، بلغريني من اكثر المدربين ايضا مخضرمين بالدوري الايطالي. مدرب مخضرم، مدرب كبير، درب اتلانتا سنين يا اخوان. درب اتلانتا ما ادري 10 سنوات درب اتلانتا. يعني مدرب خبير جدا. ما اعرف شلون هذا المدرب ما فاز باي لقب كبير بمسيرته، يعني بلغريني. يعني الصراحة والله العظيم مدرب كبير جدا. ما فاز إلا بالدوري الأوروبي مع أتلانتا. يعني درب إنتر ميلان سابقا، فيعني مدرب عنده عقلية انتصار. هو مدرب غالبيا يعني يعتمد على البطولات غير المجمعة، البطولات اللي هي بطولة كاس، بطولة هاي، ما يعتمد على البطولات اللي بيها نفس طويل. مو مثلا بيب جوارديولا أو مدرب إنتر يعتمد على البطولات اللي نفسهم يكون بها طويل. اما نادي روما نادي قوي. طبعا راح ندخل الان على مفاجاه الموسم، اللي هي المفاجاه الموسم للمره الثالثه على التوالي. كومو كومو مع سيس فابريجاز متعمقين استقرار، عندك كل شيء، يعني حتى من الممكن انه ينافس على الدوري الايطالي. هذا النادي حرفيا اقوى نادي استقرارا من بعد انتر ميلان. هذا النادي عنده مدرب مستقر ومدرب خبير ومدرب كبير بالسن، عفوا يعني صغير وعنده خبره، اللي هو سيس فابريجاز. عنده اكاديميه رائعه، عنده لاعبين ممتازين، عنده نيكو باز. هم تخلوا عن علي جاسم لان صراحه ما كان يفيدهم علي جاسم، بس عندهم مشروع. عندهم اليوفنتوس لسه بعد بطور اعاده البناء، وهذه هسه حارسهم مصاب فيكاريو. عندك تقل حظوظهم. عندك انت اي سي ميلان نفس الشيء، اعاده بناء. جايبين اتذكر مدرب جديد روبن اومريم راح يفشل مع اي سي ميلان، لان قلت لك انه ما يضبط اسلوب اومريم مع الدوري الايطالي. اسلوبه هجومي والدوري الايطالي اسلوبه دفاعي. نابولي شويه متخبط، يعني سالفه كونتي وما كونتي شويه متخبط، وما جابوا صفقات. يعني حتى اقالوا كونتي، جابوا أليجري، وأليجري أصلا ما ذاك المدرب القوي، يعني تألق بس في فترة واحدة بحياته اللي هي فترة مدرب اليوفنتوس بس. يعني بس شيء. عندك عندي البقية ما عليها شيء. بس مفاجأة الدوري طبعا كومو ما راح أعتبره مفاجأة الدوري، لأن كومو تعودنا عليه خلاص. يعني نادي كومو يا إخوان يعني أكيد راح يكون منافس. تغير من كونه نادي أندردوغ، يعني أندردوغ، نادي حصان أسود الدوري، لا، تحول إلى منافس حقيقي على الدوري، وخاصة بعد نهاية الموسم الماضي راح يلعبون بدوري أبطال أوروبا. فأنا أقول لك مفاجأة الدوري راح تكون نادي فيورنتينا. عندهم تعاقدات، جايبين بالاسيوس، جابوا ماستنتون رغم أنه قدم مباراة سيئة، بس راح يتعود على الفريق. عندهم ديخية حارس مرمى خبير وممتاز، رغم أنه أكل 4 ضد روما، بس إنه أول مباراة دائما ما تكون مقياس على الفريق. عندك
راح يكون حصان أسود هو نادي فيورنتينا. راح أتوقع لك المراكز من الأول إلى الرابع. طبعا راح أتوقع لك المراكز الفائزة بدوري الأبطال. ما ضروري إنه هي تكون يعني مثلا أقول لك هذا يعني إنه هو الأول أو الثاني أو لا، ما مراكز دوري الأبطال. أتوقع إنه راح يتأهلون على دوري الأبطال اللي هم إنتر ميلان أكيد وكومو، وعندك نادي يوفنتوس ونادي نابولي. طبعا يا اخوان حققت من هذول الاربع انديه راح اتوقع لك الاول والثاني والثالث والرابع. المركز الاول انتر ميلان وهو الفائز بالدوري الايطالي. اما المركز الثاني اتوقع نادي كومو، لان نادي كومو الصراحه يعني منافس حقيقي على الدوري. والمركز الثالث نادي نابولي بسبب التخبطات وجايبين أليجري. والمركز الرابع نادي يوفنتوس لأنه لسه بدأ يرجع يجي. مركز خامس وسادس لما راح يتأهلون على بطولة الدوري الأوروبي. وهذا المركز الخامس نادي اي سي ميلان، والمركز السادس نادي فيورنتينا. وهاي بس هاي توقعاتي. طبعا النادي اللي راح يخيب الأمل يعني أحسه إخوان، يعني لأن أغلبية الأندية متساوية البقية، بس أكثر نادي راح يخيب الآمال اللي هو نادي أتلانتا. راح يحتل مثلا مركز متوسط 10 11 هيك، بسبب إنه أتلانتا يعني من بعد جاسبريني صراحة متراجعين كلش. بس يعني هداف الدوري هيكون إما لوتارو مارتينيز، أو عندك يكون اسماعيل صار اللي هو جناح نادي كومو، او راح يكون اللي هو غونزالو راموس. واحد من هذول الثلاثه افضل صانعين العاب. اقول لك هاكان تشانالوغلو ونيكو باز، واحد من هذول الاثنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.